السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة، ونعرف برشا باش يقولوا ماناش بخير وبلادنا مش بخير. الوضع اليوم في تونس دقيق وحساس، باش ما نقولوش كارثي على جميع المستويات، ويقتضي منا أن نوحدوا الصفوف ونحطوا يدينا في دين بعضنا الناس الكل مهما كانت اختلافاتنا، على خاطر كان باش تغرق بينا السفينة باش تغرق بالناس الكل. هذا علاش لازمنا وقفة تأمل في الوضعية اللي نعيشوا فيها اليوم. كلكم تعرفوا تونس كيفاش ولات، نشوفوا كان في التضييقات على الإعلاميين، على المحامين، على المثقفين بصفة عامة، وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان. نشوفوا كان في دخل هذا الحبس، نسمعوا كان في بطاقات إيداع، الإدراج بالتفتيش، استدعاءات للمحاكم على كلمة قالت، على كاريكاتير، على معنى المرسوم 54 سيء الذكر. هذه هي الإنجازات اللي نشوفوا فيها اليوم. ومن شيرة أخرى نشوفوا في الصفوف على الخبز، الزيت، السكر والمواد الأساسية، ومن بعد يجيوا يقولوا لنا محتكرين. تما صارحوا الشعب، لمينا شوية عملة صعبة مع عند التوانسة اللي يعيشوا في الخارج، وقعدنا بين خيارين، يا نخلصوا القروضات وإلا نوردوا بهم مواد أساسية. مشاو خلصوا قسط 2023 وخلوا الشعب ياكل الحجر، ودز كيف العادة على المحتكرين والمتآمرين والغرف المظلمة وهم ونحن والزوالي ليه ربي. زعما هكا نجموا نقدموا ببلادنا؟ صعيب برشا. بالظروف هذه نجموا نجيبوا مستثمرين؟ ما نظنش. انتم تعرفوا اللي احنا من فترة كبيرة قاعدين نعاونوا في برشا مجالات، كيما تجهيز المستشفيات، ترميم المدارس، توفير الماء الصالح للشراب، بعث مشاريع صغرى للشباب، مع تقديم الإعانات الاجتماعية للفئات الضعيفة في مختلف المناطق. ولكن هذا غير كافي. علاش؟ على خاطر فما عديد المشاكل والعراقيل اللي نواجهوها على أرض الواقع. كل ما نقوموا بمبادرة يعطلونا بالقوانين والبيروقراطية، وجيب لي ترخيص وارجع غدوة وحتى لصاف العجلة إلى آخره. أنا من قبل نحلم تغيير واقع البلاد، تغيير واقع الشباب، والنهوض بتونس وتولي بلاد متطورة على مستوى التكنولوجي، متطورة على مستوى البنية التحتية، تولي فيها مطارات كبيرة، كياسات، خدمات راقية، موانئ كبيرة ومتطورة باش نجموا نستقطبوا المستثمرين ورؤوس الأموال، وهكا نخلقوا ديناميكية اقتصادية في البلاد ومواطن شغل للناس، وهكا الاقتصاد يتحرك والعجلة تدور، ونكونوا حاربنا الفقر والبطالة ونهضنا بوضعية الزوالي في تونس. وهذا ما نجم نحقوه إلا ما نكون في موقع قرار. لذا اليوم قررت أني نخوض أول تجربة سياسية فعلية في حياتي، ونترشح للانتخابات الرئاسية 2024. القرار هذا ماهوش سهل، خذيته بعد تفكير عميق وباش يكون على حساب برشا حاجات في حياتي، وبالرغم من ذلك قررت أني نخوض التجربة هذه. إن شاء الله نكون في مستوى آمال وتطلعات الناس اللي عطاتنا واللي باش تعطي فينا ثقتها، ونكون عند حسن ظنهم، على خاطر المسؤولية ماهيش سهلة. عندنا العديد من المشاريع للبلاد في المجال الاقتصادي والثقافي وخاصة الاجتماعي، وإن شاء الله ربي يوفقنا مع بعضنا في سبيل تحقيق التقدم والرقي والازدهار للبلاد والعباد، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم.